اهلا بيكم مرة تانية في حلقة جديدة. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم وهو حل مشكلة تحديث البيانات لعملاء البنك الأهلي خارج مصر. وقبل ما اكمل الحلقة اطلع اعمل سبسكرايب للقناة، اشترك في القناة، وانزل اعمل لايك للحلقة. وكمان لو انت شايف ان القناة بالنسبة لك مفيدة اكتب تعليق عن القناة. واللي عنده مشكلة مع تطبيق بنك معين او عايز نعمل حلقات على بنك تاني خلاف الاهلي ومصر طبعا، يكتب لي تحت في التعليقات هو ايه الحلقات اللي انا عايز نعملها، وان شاء الله انا هعمل له حلقات ديت. وكمان يا ريت ما ننساش الدعم المادي للقناة، وموريكم في قلب الحياة ازاي نعمل الدعم المادي للقناة. ويلا بينا نبدأ الحلقة. زي ما احنا قلنا في بداية الحلقة ان البنك الاهلي لما لقى تحديث البيانات عمل مشكلة للعملاء خارج مصر، وان في نسبة كبيرة جدا من الناس اللي بره مصر مش هيعرفوا ينزلوا عشان يحدثوا بيانات، ولو كمان ان حساباتهم هتحصل لهم مشكلة، ففتح تحديث البيانات خارج مصر. نزل منشور او نزل تعليمات للموظفين بتوعه، وهنشوف دلوقتي يعني تفاصيل التعليمات دي عبارة عن ايه، وهنشوف كمان ايه المحددات بتاعتها عشان خاطر برضه واحنا رايحين نعمل تحديث البيانات خارج مصر يكون معانا الحاجات ديت واحنا رايحين. تعالوا مع بعض كده نشوف الكلام اللي منزله البنك الاهلي للموظفين بتوعه. زي ما احنا شايفين قدامنا تحديث البيانات عملاء مصر ومصرفنا بالخارج، ده هو مصرفنا يعني البنك الاهلي يعني. قال نتشرف بالافاده انه عملا على سعي المصرف اللي هو البنك الاهلي الدائم في تيسير كافه الخدمات المصرفيه لعملاء مصرفنا، وفي ضوء ورود طلبات من عملاء مصرفنا بالخارج برغبتهم في تحديث بياناتهم من خلال الوحدات الخارجيه. طبعا الوحدات الخارجيه دي المكاتب التمثيل بتاعت الخاصه بالبنك الاهلي هي خارج مصر، الفروع الخارجيه ومكاتب التمثيل والشركات الخارجيه التابعه للبنك الاهلي. في ده كده ناخد بالنا من اماكن اللي هي فاتح فيها موضوع تحديث البيانات. اول حاجه اللي هي المملكه المتحده اللي هي انجلترا. تاني حاجه قال لك البنك الاهلي فرع خرطوم، والبنك الاهلي فرع جوبا، والبنك الاهلي اللي هو ايه فرع دبي. دول الثلاث اماكن او الاربع اماكن المتاح فيهم تحديث البيانات للعملاء اللي موجودين في الاماكن دي بس، مش في اي مكان تاني. وقد تقرر اتاحه تحديث البيانات لعملاء مصرف الخارج من خلال حالات سالفه الذكر بالتنسيق مع الوحده المركزيه لفتح الحسابات، دي حاجه خاصه بيهم هم في البنك داخليا. وطبعا كاتب بعض الاجراءات الخاصه بالموظفين داخل مصر. تمام كده. ده كده مقدمه المنشور، طبعا مش ما كتبتوش كله طبعا لان ممنوع طبعا يعني ايه اوضح منشورات ليهم. ولكن دي الحته اللي انا اقدر ان انا يعني اوضحها من التعليمات اللي نازله للموظفين داخل البنك الاهلي. تعال مع بعض بقى نشوف ايه هي الاوراق المطلوبه او ايه هي الحاجات اللي لازم اكون عارفها وانا داخل اعمل تحديث بيانات في الاربع اماكن. احنا قلنا يبقى احنا حددنا وقلنا ان الاربع مناطق هو اللي هو في المملكه المتحده اللي هي انجلترا ودبي، والبنك الاهلي فرع جوبا، تمام، والبنك الاهلي فرع الخرطوم. دول الاربع اماكن او الاربع فروع او اربع مكاتب تمثيل للبنك الاهلي خارج مصر عشان خاطر احنا نقدر نحدث من خلالهم. طب ايه الاوراق المطلوبه بقى؟ طبعا رقم واحد جواز سفر، رقم اتنين هيحتاج منك الاقامه، جواز سفر الاقامه. طبعا رقم ثلاثة هيحتاج منك اللي هو لو في عقد للعمل بتاعك. طبعا هو الإقامة بيبقى فيها عقد العمل أو فيها مكان العمل بتاعك فمش محتاجة. لكن لو أنت مسافر جديد وعقد العمل بتاعك ما فيهوش الشغل بتاعك او ما فيهوش يعني ايه طبيعه الوظيفه بتاعتك، لازم تكون جايب عقد العمل. يعني في واحد مثلا بيبقى لسه مسافر ولسه ما كتبش في الاقامه بتاعته هو شغال ايه حاليا، مسافر زياره مسافر اي شيء كان وخلاص اشتغلت، بتجيب عقد الشغل بتاعك اللي بيوضح انت شغال فين. رقم ثلاثة طبعا بتجيب من ضمن الاوراق المطلوبه كمان هي عقد الايجار الخاص اللي انت قاعد فيه بره او اللي حضراتكم قاعدين فيه بره. وصل كهرباء ليك وبره برضو. حاجه اسمها اوراق الثبوتيه المصريه، دي موجوده لحضراتكم برضو بره. هتلاقي اوراق كتير، بس انا هقول لكم على الاوراق دي. انا عارف ان هي كتير بس خدوا بالكم منها عشان خاطر الورق اللي انا هقوله بالفعل هيتطلب منك عشان ما تخش المشوار على الفاضي وتلاقي نفسك في الاخر مطلوب منك نفس الورق ده انا واخده من شخص كان موجود بالفعل خارج مصر حاليا ولسه عامل تحديث قريب ما كملش مثلا شهر من تاريخ الحلقه اللي بكلمكم عليه من دلوقتي، واتطلب منه نفس الورق اللي بقول لكم عليه. تمام.
وبرضو انا هسيب لكم الحلقه الخاصه بارقام الممثلين الخاصين بالبنك الاهلي خارج مصر تحت في صندوق الوصف. الحلقه ديت فيها ارقام التليفونات الخاصه بالممثل في كل بلد، بحيث ان انت قبل ما تروح تديله تليفون الاول. طبعا هي تقريبا موجوده، الارقام دي هديها لكم تقريبا، يعني اكتر حاجات هتبقى موجوده في المملكه المتحده، موجوده في الكويت. طبعا الكويت مش موجوده فيها تحديث البيانات، ولكن هتلاقي في ارقام الخاصه الناس اللي قاعدين في دبي موجوده فيها ارقام التليفونات هناك. للاسف بقيه الارقام انا مش عارف اجيبها حتى من على موقع البنك، ولكن هحاول ان شاء الله في اقرب فرصه اجيب لكم الموقع، او اجيب لكم اللينك او الموقع اللي انت ممكن من خلاله تبعت عليه تحديث البيانات وهو يرد عليك، او ان هو تعمل عليه مكالمه تليفونيه وهو يرد عليك. ده كده الاوراق. احنا نراجع الاوراق تاني. احنا قلنا جواز سفر، مطلوب الاقامه، مطلوب عقد الايجار اللي انت قاعد فيه بره، اوراق ثبوت الجنسيه المصريه. طبعا اوراق ثبوت الجنسيه المصريه طبعا اما تبقى البطاقه الشخصيه، طبعا اوراق اللي هي بطاقه الرقم القومي، او اي ورق لو انت حامل اكثر من جنسيه، طبعا بيبقى تجيب حاجه تثبت ان انت مصري. ماشي. حاجه ثالثه، حاجه اللي هو ايه، واحنا قلنا كمان وصل كهرباء. وبتروح طبعا بتحدد ميعاد الاول مع، او بتصل بالرقم اللي انا طبعا الارقام اللي انا هسيبها لكم تحت بالحلقه، بتحدد ميعاد مع الشخص اللي هو مع مكتب التمثيل بالخارج، وبعد كده بتروح بتقدم الورق بتاعك هناك، وبيبعت هو ايميل من خلاله على اللي هو ايه الاداره المختصه داخل مصر، وبيتم استلام الورق بتاعك. وفي حاله طبعا قبول الورق بيبعت لك رساله عندك على الايميل بتاعك، على الايميل الخاص بيك، بيقول لك ان هو تم قبول الايه، تم قبول تحديث البيانات الخاص بيك، وان انت كده محدث بيانات والموضوع كده يبقى تمام. حاجه مهمه جدا برضو لازم اقول لك عليها، وانت رايح تعمل تحديث البيانات لازم تكون فاكر توقيعك عامل ازاي اللي انت ماضي بيه اول مره في البنك، لان لو توقيعك مش مظبوط، او مريت على الورق بتاعك وتوقيعك مش فاكره تمام، او مش مظبوط زي اللي انت ماضي بيه اول ما فتحت الحساب، الورق هيرتد لك تاني، الورق هيرجع تاني هيقول لك تحديث البيانات بتاعك تم ربطه، هتجيب مثلا عدم تطابق التوقيع اي شيء كان. فلازم مهم جدا موضوع التوقيعات تكون فاكرها كويس جدا، وتكون فاكر توقيعك اللي انت مسافر بيه قبل ما تسافر بقى، تكون انت فاكره هتعامله ازاي. لو توقيعك طبعا مش فاكره يبقى ما تتعبش نفسك في المشوار، عشان هتكلف نفسك طبعا يوم، اكيد هتعطل نفسك عشان خاطر تروح الفرع ده على الفاضي. تمام. لان اللي راح اضطر ان هو ياخد اجازه من شغله، طبعا بيفتحش الا الصبح، فاضطر ان هو يعني طبعا ايه ياخد اجازه من شغله ويعطل شغله عشان خاطر يروح يدي الورق. ماشي. فطبعا لو ان التوقيع بتاعك مش مظبوط، ما تحاولش يعني ايه ما تعبش نفسك في المشوار عشان خاطر ما تروحش المشوار على الفاضي وتقدم الورق بتاعك، وفي الاخر تلاقي نفسك ان الايه الايميل هتلاقي مبعوت لك ايميل تم رفض الايه التحديث البيانات الخاص بك. ماشي. طيب تحديث البيانات على فكره كمان ممكن تستخدمه اصلا كمان في تغيير رقم التليفون من خارج مصر، لان تحديث البيانات من ضمن البيانات اللي بتطلبها في ان انت تغير رقم تليفونك، فواخد بالك، او تجيب اخر رقم تليفون خاص بيك. ماشي. فطبعا ممكن تستخدمه في تغيير رقم التليفون داخل مصر، ودي حاجه من ضمن الحاجات اللي برضو دي معلومه ما حدش يعرف يعني معرفها الا اقلاء، لان دي بجيبها لك من بين السطور يعني. تمام. ويفضل دايما ان رقم التليفون اللي هتحطه داخل تحديث البيانات يكون رقم مصري، مش رقم مثلا اماراتي او رقم خارج مصر، لان طبعا عاده بيحصل مشاكل كتيره جدا مع الرسائل خارج مصر، وبيبقى في مشكله في مثلا في تحديث البيانات ما بيوصلكش رسائل بره. فيفضل طبعا يكون في تحديث بيانات فين، يكون الرقم المصري اللي محطوط. كمان لازم يكون معاك ايميل، وايميل شغال وفعال، لان طبعا وسيله التواصل اللي هيبقى معاك من خلال الايميل دي هتبقى اهم حاجه. تمام كده. لحد هنا تكون خلصت حلقه النهارده، اتمنى تكون الحلقه فادتكم، وان شاء الله اقابلكم في حلقه جديده. مع السلامه.